ازاي تحافظ على فتيس عربيتك بافضل طريقه عشان العلامه دي كفيله تسرع لك ضربات قلبك للعالي قوي. الفتيس ده اداؤه اداء المانيوال، اكسلريشن ممتاز، الناس بتخاف منه بسبب اعطانه. نحميه مع بعض حلوة دي. بايه؟ بحاجتين. الحاجه الاولانيه السمارت درايف اللي بيشغل البامب، الاس دي يو ده بيبوظ كتير بسبب استخدامك لبطاريه غير مطابقه للمواصفات اللي هو الاي جي ام. ادفع كتير، احنا ما عندناش بطاريات. الكارته دي اللي هي الانتجريتد سنسور موديول، المصنع بتاعها ما بيداش لحد في الدنيا غير جوه الفالف بار، ليها بارت نمبر بس لوحدها. ما بيدوش. ده بقى نحافظ عليه ازاي؟ بالبطاريه الاي جي ام. ده لما بيجي له بالسيف فولتج او مش ستيدي فولتج، الكارته دي بيبوظ. ايه اللي بيبوظ فيها؟ الماجنتيك بيك اب اللي هو اصلا بيعرف انا البوزيشن بتاع الجيرز فين. ايه بقى التاني؟ دي بتغطس جوه زيت الجير. زيت الجير لو ناقص دي مش هتبرد، هتبوظ. اهم بقى من ده كله تغيير زيت الميكا. للتوكيل ما كانوش بيغيروه، كانوا بيقول لك لايف تايم. خلي بالك 50,000 كيلو، لازم حد متخصص يشتغل بالجهاز عشان يعرف يطلع لك الشحنه اللي موجوده جوه الاكيوميليتور ويغير لك الزيت من غير ما يدخل لك هواء، لان الهواء بتاع الدايره دي شويه صعب وشويه مقرف، صعب ودي جدا. صيانه دوريه. عشان تصدقوني لما اقول لكم ان زيت الفتيس بيتغير حتى لو التوكيل ما بيغيرش. لو ما لحقتش تحافظ على فتيس عربيتك استناني الريل الجاي هقول لك ازاي تصلحه بافضل طريقه واقل تكلفه ممكنه.